اهم حاجه طبعا ايه؟ الترند. الترند اللي كان حاصل في الكام يوم اللي فاتوا، بلال عطيه، حمزه عبد الكريم، هم دول الترند اللي نسوا بعض الجماهير الصفقات، اللي خلوا ان اللي يجي يتكلم على صفقات يتقال له ما هو صعد لك من الناشئين، انت بتتكلم في ايه؟ انا بحب الناس دي جدا على فكره، الناس اللي ذاكرتها ذاكره سمك وبتنسى، دول جمال. ان مش كل الناس بتنسى، ومش كل الناس بتعرف تسقط من دماغها. اه طبعا انا اتبسطت جدا ان بلال عطيه وحمزه عبد الكريم اتصعدوا وان هم اتضموا للقائمه الافريقيه، بس برضه يا كابتن ازاي هتدخل كاس عالم؟ عشان ده بقى اللي بجد كاس عالم. انا هتكلم زي ما اسمهم ايه دول اخواننا البعده بيتكلموا، يقول لك الدوره الرمضانيه. اه لا، احنا كنا بنلعب في دوره رمضانيه. كل اللي فات من 2006 لحد السنه اللي قبل اللي فاتت، كل ده هو الدوره الرمضانيه. انما انت داخل على كاس العالم اللي بجد، تدخل عليه ب 99 اصابه، هتدخل عليه بلعيبه مش عارفه تستلم كره وتوقف كره. امام عاشور، امام عاشور هو اللي شايل الاهلي بقاله 3 4 ماتشات بيجيب اجوان. انتوا بتهرجوا؟ لا، لا، امانه، غلط كبير جدا 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 اللي بيحصل. ان احنا نبقى يوم 23 يناير، يعني فاضل 7 8 ايام والشهر يخلص والميركاتو يقفل، الاقي قناة الاهلي طالعه تقول لي ان شاء الله بكره او بعده في صفقة. الاقي كابتن شوبير بيقول لي سوف يتم الاعلان عن صفقة غدا الخميس او بعده بالكتير او الجمعة. الاقي كابتن اسامة حسني طالع يقول في صفقة اجنبية سوبر. طيب ورونا. عامة ادينا مستنيين وهنشوف الجديد ايه، عشان دايما بيقول لك الجديد شديد، ودي اخر سنة يا كابتن بيبو.